أهلا بيكم يا أحلى متابعين في الجزء الثاني من قصة خاتم الشر. ما تنساش تعمل إعجاب للفيديو وتشترك في قناتي خيال بلا حدود. يلا نبدأ المعركة. آدم وقف على قمة البرج والضحكة الشريرة بتتردد مع دوير رعد. المدينة من تحته كانت جمر مشتعل، أبراج محروقة، شوارع متشققة، والناس جارية في كل اتجاه. عينيه اللمعتين باللون الأحمر كانوا بيحكوا عن قوة ما يعرفش حد يوقفها. لكن فجأة من بعيد ظهر التلاتة واقفين في مواجهة مباشرة. الراجل الكبير شعره أبيض وملامحه محفورة بالحكمة، ماسك عصا طويلة منقوشة برموز قديمة. جنبه البنت شعرها مسدول وعيونها منورة بضوء أزرق لامع، وإيدها بتشع بنفس الطاقة اللي بتغلفها بهالة نقية. والمقاتل المدرع واقف كالصخرة، بدلة معدنية سميكة بتلمع في وسط الدخان والشرار. آدم ضحك وقال بصوت مبحوح: انتوا فاكرين نفسكم تقدروا توقفوني؟ الخاتم مش بيديني قوة، الخاتم هو أنا. الراجل الكبير رفع صوته: آدم، لسه جواك إنسان، ده مش أنت، ده لعنة الخاتم، سيبه قبل ما يفنى العالم على إيدك. لكن آدم بدل ما يسمع رفع إيده وانطلقت موجة من الطاقة الحمراء ضربت الأرض قدامهم، خلت الشارع يتشقق ويطير الغبار في الهواء. المحارب اندفع للأمام، صرخ وقال: أنا هوقفك حتى لو كان ده آخر يوم ليا. واستخدم سلاحه اللي ضرب شعاع طاقة مباشرة ناحيته. الصدمة عملت انفجار في نص الشارع، لكن لما الدخان انقشع آدم كان واقف من غير هتش وابتسامة خبيثة على وشه. البنت مدت إيديها والضوء الأزرق خرج زي نهر من نور، غلف آدم في دائرة متلألئة. للحظة ظهر إن عينيه رجعت عادية وكأنه بيرجع إنسان تاني، لكن الخاتم لمع بحدة وانفجر من جواه طوفان أحمر كسر الهالة الزرقاء ورماها بعنف على الأرض. الراجل الكبير حط عصاه في الأرض وهتف بكلمات قديمة. الأرض نفسها بدأت ترتج ونقوش غامضة نورت حوالين آدم كأنها بتحاول تحبسه. صوت الحكيم كان قوي: القوة دي مش ليك، الخاتم اتخلق علشان يفسد، وأنا هدفنه معاك لو لزم الأمر. آدم اتألم، لأول مرة حس إن في حاجة بتقاوم الخاتم، لكن اللعنة اللي جواه صرخت وخرج منه برق أحمر كسر الدائرة ودفع الحكيم لورا. في اللحظة دي المجموعة كلها فهمت مش كفاية يقتلوه، لازم يضحوا بحاجة أكبر علشان يكسروا ارتباطه بالخاتم. المعركة لسه ما بدأتش بجد، لكن التمن هيكون غالي. اعمل إعجاب للفيديو واشترك في القناة. أشوفكوا في الجزء الثالث من القصة. سلام يا أحلى متابعين.